رغم ان المباراة كانت في المتناول الا ان فيتوريا حب يخرج من المباراة بالشكل ده وبالتعادل ده، واحنا زعلنا قوي 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 بالتعادل ده، رغم اننا كنا ممكن نطلع فايزين في هذه المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقة جديدة. في اروع مباراة لفيتوريا مع منتخب مصر، قدر ان هو يتعادل مع منتخب الجزائر القوي جدا بكل نجومه بالصف الاول، في مباراة كان بطلها محمد الشناوي. محمد هاني لبس منتخب مصر المباراة. كان ممكن نطلع بنتيجة افضل من كده بكتير لولا محمد هاني. هو ده محمد هاني بتاع الكوارث حتى في الاهلي وفي المنتخب. مع احترامي لمحمد هاني وادائه القوي جدا والرائع جدا وراجل جدا وكل حاجة حلوة جدا جدا جدا، لكن هو دايما متهور ودايما بيدخل دخلات غريبة جدا. الراجل داخل في وشه بيلعب كاراتيه ده ولا بيلعب كونغ فو ولا ايه ده؟ يعني كوره مفيش فيها كلام، ده طرد ومحضر. يعني جزمه محمد هاني لو جت في وش الراجل كان اقل حاجه هيدخل عمليات 20-30 غرزه اقل حاجه. الحمد لله اللي جت على قد كده، والحكم اداله طرد مع الرأفه، بجد مع الرأفه. ورغم ان الحكم رجع للفار، بس حكم الفار كان عايز ايه؟ هي الكوره طرد فعلا، بالرغم من ان محمد هاني ما لمس وش الراجل، بس لو كان لمس وشه كانت